ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم سارة مامة التوأم سليم وسفيان، والنهاردة فيديو جديد. النهاردة 13 رمضان. انا كنت عملت لكم فيديو امبارح، شاركتكم روتيني بعد الفطار كان عامل ازاي، ووريتكم انا عملت الاكل بعد الفطار بتاع الافطار النهارده. يعني انا عملته امبارح بعد الفطار. فاحنا النهارده فطرنا كده سريعا، ما اكلناش كتير بصراحه على الفطار. مش عارفه الجو يعني مش مساعد الواحد بصراحه على الاكل خالص. يعني احنا بنفطر بنبقى عايزين نشرب اكتر ما احنا ناكل يعني. فما قلت ايه يعني احنا من اول رمضان بصراحه ما تصحرناش يعني. كنا بنفطر ونيجي على السحور، وقت السحور ناكل كده اي حاجه خفيفه بسرعه بسرعه. ما كناش بنتسحر جامد يعني. ممكن زبادي، ممكن ما نتسحرش خالص، ممكن اعمل لي كوبايه شاي كده بلبن ومعاها اي حاجه وخلاص. بس فالنهارده بقى قلت اعمل سحور خفيف كده. حمرت بس شويه بطاطس وقليت بيض، يعني ما عملتش حاجات كتير. انا عارفه طبعا ان البيض ده هيعطشنا جدا، بس انا سالت جوزي بصراحه نعمل ايه، نسحر ايه. قال لي اعملي بيض بالبسطرمه. فقلت ماشي خلاص يعني هعمله، مش كل يوم بنتسحر يعني. بس فهنا بقى كنت قشرت البطاطس بقى وقطعتها. وبعدين بقى انا كان عندي مشكله بصراحه مع ولادي في موضوع اكل البيض ده. انا ولادي ما بياكلوش بيض خالص خالص خالص، يعني من عاشر المستحيلات ان هم يحطوا البيض ده في بقهم. يعني لو كلوه في كيكه ماشي، انما ياكلوا بيض كده، اسلق لهم بيض او بيض مقلي او كده، استحاله يعني. يمكن اخر مره جربت اكله لهم كان من 3-4 شهور كده، وبرده ما رضيوش. انا كل فتره كده احاول اجرب معاهم ما بيرضوش. بس فالنهارده قلت ايه، هما بقالهم فتره بيحبوا قوي ان انا اجيب لهم الاكل اقطعه لهم. يعني مثلا بطاطس، فاكهه، الحاجات دي اقطعها لهم صغير كده واحطها لهم في طبق صغير، واديلهم شوكه وهم ياكلوا من نفسهم يعني. فالحاجات اللي ما منهاش ضرر طالما مش طبيخ وعك وكده، فبديهم عادي ياكلوا هم مع نفسهم. هما بيحبوا كده بصراحه. بس ف... فقلت ايه خلاص هسلق بيض، واجرب اديهم البياض، اقطعه لهم حتت صغيره. واجرب اديهم البياض، اقطعه كده برضو واديهم بالشوكه ياكلوه، واشوف هياكلوا منه ولا مش هياكلوا منه. بس فانا بقى دلوقتي كنت بحمر البطاطس، حطيتها تتحمر. وقلت ايه اسلق البيض. اهو البيض اهو طلعت. قلت هسلق بيضتين بس، ان كده كده يعني انا ما كنتش ناويه اكل بيض مسلوق. وهم يعني لو كلوا بياض بيضه يبقى كتر خير الدنيا يعني. فقلت ايه لو كلوا البياض بيضه انا اكل البيضه التانية، وجوزي ما بيحبش البيض المسلوق، وهو هعمل له هو البيض بالبسطرمه، وانا ايه اكل بيضايه مسلوقه، وهم اشوف هعمل معاهم ايه. انا بصوا ببقى شايله البسطرمه في الفريزر. اي بسطرمه بتتبقى عندي ما بناكلهاش بشيلها، يعني بشيل بقيتها في الفريزر، بتنفعني بقى في اي وقت بعد كده. بقطعها كده مع بيض، بعمل بيها بيض بالبسطرمه، بحطها مثلا في صينيه رقاق، او صينيه جلاش بالبسطرمه. بتنفعني بصراحه يعني، بدل ما تترمي حرام. بشيلها في الفريزر، ما بيحصلهاش اي حاجه. زي ما انتوا شايفين دي بقالها تقريبا شهر او شهر ونص في الفريزر يعني. بس هنا بقى كانت البطاطس اتحمرت، وقلت هخلي بقى ايه، هسلق البيض وهخلي، قلت هخلي بقى البيض المقلي اخر حاجه عشان ما يبردش يعني. كده كده ما بياخدش ثواني على النار يعني. هنا بقى ايه، قلت احط لهم كام بطاطسايه كده في الطبق، كل واحد زي ما ماما متعودين، واديها لهم ايه ياكلوها كده بالشوكه. وطلعت عيش بقى، جوزي بيحب الشامي وانا بحب البلدي بصراحه. طلعت عيش اسخنه واديتهم اهو. شغلت لهم التلفزيون واديتهم كل واحد طبق فيه كام وحده بطاطس كده. قلت ايه ياكلوها بالشوكه على ما البيض يتسلق.
بس كانوا قاعدين بقى منسجمين قوي مع الكرتون، كنت مشغله لهم كرتون وايه، وقاعدين بقى بياكلوا البطاطس. هما بيحبوا كده جدا يعني ان انا اديهم الحاجه، وخصوصا لو حاجه بيحبوها. هنا بقى كنت سلقت البيض وقطعت البياض واديته لهم في طبق. والكارثه بقى اللي حصلت بقى دلوقتي، بصوا استاذ سفيان عمل ايه اول ما شاف البيض. انا اتصدمت، يعني انا ما توقعتش رد الفعل السريع ده، ان هو اول ما يشوف البيض مش عارفه هو اساسا افتكره ازاي، وانا ما باكله لهمش، يعني هم ما بياكلوش البيض. انا مش عارفه هو افتكره ازاي. اول ما حطيته قدامهم قام زائق الطبق موقعه على الارض. وسليم طبعا ايه مصدوم، عايز يشوف رد فعلي انا هعمل ايه، يعني هزعق هصوت هعمل ايه بالظبط. طبعا الحمد لله الفرشه المشايه اللي انا حطها لهم تحت الاكل دي بتتمسح بالحته المبلوله على طول، ما بتغلبنيش بصراحه في النظافه. هنا كنت شلت البيض بقى ايه في الطبق واديته، بحاول اديله بالشوكه، يعني ايه بحط له في الشوكه عشان ياكلها، مش راضي. بصوا يعني كاني بديله سم قاتل يعني. هو تسليم كمان لا اخوه بقى اتعصب، هو كمان متعصب وخلاص هيقوموا ويضربوني بقى. فخلاص بقى استعوضت ربنا وقلت خلاص البيض اللي اتسلق ده انا باكله خلاص، هم مش هياكلوه. بس شلت بقى الاطباق من قدامهم ورجعت بقى ايه، قلت اعمل البيض بالبسطرمه. كان خلاص يعني خلاص السحور، الفجر قرب يأذن وجوزي بقى صحيته وقلت بقى ايه اقلي البيض بس. وعملت البيض بالبسطرمه كده مع البطاطس وانا اكلت البيض المسلوق وخلاص على كده. بس هتقولوا لي السمنه كتير، احنا بنحبه يا جماعه كده، السمنه فيه كتير بصراحه. يعني هو البيض بيحب السمنه. انا لازم البيض ده المقلي ده بالذات اعمله بسمنه كتير. احنا طبعا عطشنا بعديها جدا. انا اكلت لقمه وعطشت عطش فظيع بعديها. بس هو يعني ايه مره من نفسنا كده وخلاص، يعني احنا ما بنعملوش كل يوم على السحور بصراحه. بس يا حبايبي ده كان فيديو النهاردة، فيديو سريع كده للسحور اللي انا عملته، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وطبعا لو حابين تسألوني على حاجة اسألوني تحت في الكومنتات. بس كده يا حبايبي، اشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين، باي باي.